انا وليت قاعد اللي تيقول لي الجنين ما الجنين تنقول له خذ من تلقى البيضه رجع. فهمتي؟ غتلقى البيضه رجع عندي ونكملوا الجنين. واش اله ما عارفش بان المراه عندها البيضه؟ واش ما عارفش بان الحيوان المنوي تيتلقى بالبيضه؟ واش ما عارف بان التخصيب كيفاش تيكون؟ وما فين هي البيضه في القران؟ فين هي البيضه في الحديث؟ امشاج تتعني البيضه. بنادم خاصو يلقى شي حاجه وصافي، خاصو يلقى شي حاجه. يعني الله ما عارفش كيفاش تتكون القضيه ديال الجنين. داكشي ديال التطور راه مسائل، يعني تطور الجنين ولا تطور هذيك راه من اسهل ما يكون. مذكوره عند الاغريق قبل هذه، جالينوس تكلم عليها، سقراط تكلم عليها، تكلموا عليها الناس قبل. بل حتى كاين الفراعنه في مصر عرفوا حتى الدور ديال الحبل السري اللي ما هضرش عليه كاع كاتب القران وما هضرش عليه الحديث. يعني ناس قدام القران عرفوا، وحتى المعرفه ديالهم ماشي شي معرفه اللي كانت طبعا صحيحه، كان فيها الاخطاء اللي مفروض ان غادي يجي خالق المجرات، الملايير المجرات، اللي يعطينا بالتفسير الممل بالشرح المسائل. شنو جاي قال لك النطفه علاقه مضغه، يعني داكشي اللي ممكن تشوفه انت. طبعا راه كاين الناس تدير اجهاض، كاين الناس تتحل الكرشاويه حامله، يعني معروف هذا الشيء. اي وحده قابله ولا وحده في السبيطار فهذه غادي يعطيك تطور الجنين غير بالشوفان، ما محتاجش هو كاع انه يكون عنده شي علم. هذه اسهل ما كاين، ورغم ذلك غلط فيها. فكسونا العظام لحما. اش من فكسونا العظام لحما؟ هذه راه مصيبه كحل. هذه كسونا العظام لحما يعني غاديين حنايا عظاما فكسونا العظام لحما. منين جبتي هذه؟ راه كلشي تيتكون في ضربه واحده، ما كاينش فهو اصلا غادي غير معلماني. هو غادي معلماني، ما كاين لا مرأة لا والو. حتى من تيهضر على المراه تيهضر عليها خطا. يعني في الحديث على ماء الرجل ماء المراه. اش من على ماء الرجل ماء المراه؟ انا في الحلقه ديال لو كان محمد نبيا، الحلقه الاولى ولا الثانيه، ذكرت كيفاش لو ان فعلا محمد كان عنده شي علم كان غادي يشرح داك الشيء بامور بسيطه يفهمها الانسان. من اسهل ما يكون انك تشرح للناس ويفهموا بان المراه راه عندها واحد البويضه، وهذيك البويضه ما تتشوفهاش، ماشي بحال البيضه ديال الدجاج تتخرج ولا شي حاجه، لان الناس تعرفوا بان كاينه حيوانات تتبيض. فيقدر يشرح لهم محمد والقران يشرح لنا بطريقه سهله جدا ان المراه عندها واحد البويضه، والبويضه تتلاقى مع المني بلا ما يقول سيدي الحيوان المنوي، ماشي مشكل. يقول ان المني تيتلاقى، الماء الرجل تيتلاقى مع البويضه ديال المراه وتيوقع التخصيب ويشرح لنا داك الشيء ساهل. واصلا هذا الشيء ديال الحيوان المنوي اللي تيقلب على شي دليل ضد وجود اله ولا شي حاجه، شحال كاين ديال الحيوانات منويه في القذف؟ من تدير القذف المنوي شحال كاين ديال الحيوانات منويه؟ فين هما اصحاب الطب؟ علاش ياك واحد تيخصب هذه؟ الله ما صدقش. هذه راه قمه العبث. علاش تضيع الملايين ديال الحيوانات المنويه باش واحد فيهم هو اللي يخصب البيضه؟ هذا العبث هذا. يعني لو انت نعطيوك انت عصا سحريه، نعطيوك عصا سحريه ديال الله، نقولوا لك انت عندك العصا السحريه ديال الله، واش ما غاديش تصوب واحد التصميم احسن من هذا؟ يعني اقل حاجه غادي دير حيوان منوي واحد صحيح واكل الفيتامين وغادي يمشي غادي يخصب البويضه وسالينا. علاش لا؟ شنو المانع؟ قولوا لي شنو المانع ان يكون حيوان منوي واحد صحيح غادي يمشي غادي يخصب البويضه؟ علاش خاص يكون التنافس؟ ما فهمتش انا. لا حيدوا حكمه. انت دابا عندك عصا سحريه تصوب هذا الديزاين هذا. ياك انت عندك عصا سحريه، ما تقولش لي ان هذه صعيبه حقه من هنا بلاتي شي حاجه تاثر. نو، انت عندك عصا سحريه اتصوب حيوان منوي، خدمته هي انه يمشي ديريكت للبيضه. هذه خدمته صافي سالين. فين هو المشكل؟ عندك عصا سحريه غادي تحيد الحيضه على المراه. هذيك الدمايات انا ما عرفتش، الله عزيز عليه الدمايات عند العيالات انا ما فهمتش انا. واش ما كاينش شي سيستيم المراه ما يجيهاش الدم كل شهر؟ واش ما يمكنش داك الدم هذاك يتابسوربا ولا شي حاجه؟ وما ضروري الدمايات وبدا تنزال
يعني انت الا عندك عصا سحريه ما يمكنش زعما دير شي سيستيم ما فيهش الدمايات، ضروري الدمايات وداك الشيء. الا عندك انت عصا سحريه ما تخشيش دوك جوج بيضات في كرشك، لا خرجهم على برا باش يضربك بالون طيح تما دوده، غادي هكا ما كاين لا حمايه لا والو، غادي هكا يعني اقود بلاصه عندك اضعف بلاصه عندك طالقها للغربي وغادي. يعني الا عندك عصا سحريه ما غاديش توقف ديك درسه العقل. علاش عندك مازال درسه العقل تخرج عوجه؟ علاش اش ندير بها انا؟ باش درسه العقل اش تهرس بها الكركاع؟ الا عندك عصا سحريه ما غاديش دير جوج قلوبه، ما غاديش دير الحاجات اللي حيوي لا تقتلك ما ديرهمش. الا عندك عصا سحريه ما غاديش دير العمود الفقري غادي تقادو بشكل احسن. يعني الجسم ديالك تقدر تصوبه بطريقه احسن. هادشي اللي باغيين نوصلوا حنا. يعني اي واحد قاري شويه د الاناتومي، اي واحد عنده غير شويه د العلم بالاناتومي، الا عطيتيه واحد العصا سحريه غادي يصوب واحد الانسان احسن من اللي عندنا دابا. متفقين معايا ولا ما متفقينش؟ يعني واش حنايا الديزاين ديالنا بيرفكت؟ نو. اذا تقدر تصوب حاجه احسن. اذا مادام ما تقدر تصوب حاجه احسن انت احسن من الله. بلا الانسان الكره الارضيه واش الكره الارضيه فيها احسن ديزاين بالنسبه للانسان لحياه الانسان؟ نو. اكثر من 70% الماء، ما مالح ماشي حتى ديال الشرب. اكثر من 70% ما مالح ماشي حتى ديال الشرب. يعني حتى الا بغى يشربوا بنادم ما يقدرش. غير صالح لحياه الانسان. المناطق حتى اللي ما فيهاش الماء بزاف فيها ما صالحينش للحياه. مثلا القطب الشمالي المتجمد، الجنوبي المتجمد، المناطق الجبليه اللي عاليه، المناطق يعني البركانيه، المناطق الصحراء اللي فبزاف ديال الحوايج ما تقدرش تعيش فيهم، بزاف ديال المناطق ما تقدرش تعيش فيهم. فهاد المناطق هذه ضايعه. اذا الديزاين ديال الكره الارضيه خايب. داير حركه، داير طبقات تكتونيه تضرب مع بعضياتها، تدير لنا الزلازل، كاين الاعاصير، كاين يعني الديزاين خايب. انت الا عطاوك عصا سحريه غادي تقاد الكره الارضيه، تقادها ولا ما تقادهاش؟ واخا تكون مكلخ غادي تقاد الكره الارضيه، تحسنها. ماشي غادي تردها بيرفكت ولكن غادي تحسنها الا عندك عصا سحريه. نجي انا بعدا اول حاجه غادي نحيد كاع دوك المناطق اللي فيها الزلازل داكشي، غادي نحيد داك المشاكل اللي لتحت في الارض، هذه نحيدها بضربه واحده. غادي نحيد جميع داك الماء المالح، غادي نحيدو، نديرو ماء صالح للشرب، وغادي نكثر اليابسه اللي يقدر يعيش فيها الانسان. ما تجيش تقول لي راه الحوت يموت وداكشي، انا عندي عصا سحريه نرد الحوت تيعيش في الماء عاد ما عنده حتى شي مشكل. كن فيكون، فوالا كن فيكون. اي حاجه تمنيتيها غادي توقع. هذا الله هذا خالق الملايير ديال المجرات اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالانسان. شنو العلاقه ديالي انايا ب 500 اعصار كاين في شي كوكب في شي مجره؟ شنو العلاقه بي انا؟ يعني تضيع انت الانرجي تما، الله تيضيع الانرجي تما، المجرات تيضربوا مع بعضياتهم، المجموعات الشمسيه تضربوا مع النجوم تتفرقع وحده هذه ما عنده حتى علاقه بيا انا في الانسان. شنو بالكره الارضيه؟ شنو العلاقه ديالنا بهذيك الملايير ديال المجرات؟ شنو هي؟ يعني الله تيلعب تيخشي صبعه في الثقوب السوداء، اش تيدير؟ ما انا ما فهمتش. لا علاقه. فانت يا بعصا سحريه ديال الله تقدر هذا الشيء كامل تغيره وديرو بطريقه احسن وتصوبو وهذه، وتبين بان هذا الاله هذا راه ما فاهم حتى خيسير. يعني انت نعطيك مثال اخر عاوتاني خايب. مين تتكبر نتايا ينوض لك الصغب في ودنيك، خرج لك الصغب من نيفاك، الصغب اللي خصو يكون في الراس ديالك تيطيح، تتولي قرع. يعني المفروض داكشي اللي انت محتاجه تيطيح، وديك البلاصه اللي انت ما محتاج فيها الشعر تينوض. شنو الهدف من الشعر في ودنيك؟ شنو الهدف من الشعر اللي لاصق لك في صباع رجليك؟ شنو الهدف؟ غيان. ولكن ما تقولش لي راه شي واحد اخر اللي دارو، راه الله اللي دارو. شنو الهدف منه؟ يعني ما فهمتش انا شنو الهدف. ما لقى الله حتى شي حل الا ان مثلا داك الزائده الدوديه ان يديرها بداك الديزاين هذاك اللي الا تانفكتات تقدر تفرقع وتقتلك. يعني ما لقى حتى شي ديزاين هو انها يدير داك الزائده الدوديه بديك الطريقه هذيك.
يعني بعصا سحريه انا نقد المشكل، بعصا سحريه طق يتقد المشكل سالينا. الزائده الدوديه نحيدها انا، ما بغيناهاش حنا كاع، ما بغيناش حنا الزائده الدوديه، ما محتاجيناش. كاينين حيوانات الاخوان، هذه زيدوها لمعلوماتكم، كاين حيوانات اللي متقاربه بزاف جينيا، يعني ما تقدرش تفرق تقريبا بيناتها. تلقى جوج حيوانات اللي ما تقدرش تقريبا تفرق بيناتهم، عايشين نفس الحياه، تيديروا كل شيء بحال عرفتي ديك الجينات ديالهم تتلقى عنده وحده زايده بشي 500 مره على الاخر. فهمها انت. يقدر يجي شي واحد يقول لك وراه هذوك ربما محتاجين شي حاجه زايده على الاخرين. جاو العلماء حيدوا زباله ديال الجينات من هذيك وبقاو عايشين مزيان بحالهم، بحال اللي ما عندنا مريض نابس. يعني جينات زباله، جينات ديال الزباله. وما تقولش لي ماشي الله اللي صوبهم تما، الا كنتي تتامن بالله راه الله اللي حط ديك الجينات ديال الزباله حطهم تما. يعني كاينه الجانك ديالي اللي ما تنعرفوها شنو تدير، ياك كاينه بزاف ديال الجانك ديالها ما تنعرفوها شنو تدير، ماشي كودي ما تنعرفوها شنو تدير. ولكن قلت لك انا كاين جوج ديال الانواع ديال الحيوانات تلقاهم متشابهين عايشين نفس الحياه، وحده عندها شي 500 مره داك الشيء اللي عند الاخرى في الجينات. العلماء تيحيدوا داك الشيء الزايد وتتبقى عايشه نورمال عادي بحالها بحال الاخرى، يعني داك الشيء كان غير زايد بحال الزائده الدوديه. من تتحيدها اش تيوقع؟ كاين شي واحد هنا فيكم حيد المصرانه الزايده اش وقع ليه؟ مات. والو، عايش. الا حيدتي درسه العقل اش يوقع لك؟ حيد درسه العقل والو، تتعيش نورمال. ديجا حنا عندنا السنان بزاف، حنا راه عندنا السنان بزاف، فمنا عامر بالسنان. تنهضرش عليكم نتوما راه حفيتوه مشاو لكم السنان بحال ود جباح الناس اللي عندهم مازال السنان بحالي. عندنا الناس بزاف، عندنا السنان بزاف في فمنا. علاش غادي نزيد انا وجوج باغيين يخرجوا من شي بلاصه عوجين ما عندهمش بلاصه ومقاتلين؟ شكون اللي تيخرج درسه العقل، الشيطان ولا الله؟ الا كان الله اللي خرج درسه العقل، شنو الحكمه من درسه العقل؟ بغيت غير نفهم انا شنو الحكمه من درسه العقل، اش غادي تستافد منها؟ كاين اللي تتخرج مقاده وكاين اللي تتخرج العوجه وخصو يمشي للدونتيست ويبقى يجبد منه ويتكرفاس ويقاد وهادي. علاش هذا الشيء كامل؟ يعني كما هضرنا قبيله على الزغوب، هضرنا على الضفار براسهم، الضفار ديال صباع رجليك. علاش شي واحد يعطيني هنا الدور ديال صباع رجليك شنو ديال الضفار، يعني اللي في صباع رجليك شنو هو الدور؟ كانوا ما كانوش غادي تمشى عادي، يعني من غير الا كان عندك شي تطور قديم ديالك كنتي تتسلق في الاشجار وي هذه وي. اما الا كنتي زعما مخلوق بحال هكا انسان راه ما لا علاقه، يعني ما كاين والو، تحك بهم ما عندك والو. كاينين تما وصافي. يعني الزغب تينوض في شي بلايص هكا زايد ما لا علاقه. يعني حتى الزغب كاع اللي تينوض لك في وجهك شنو الدور ديالو؟ شنو الدور ديال الزغب اللي تينوض لك في وجهك؟ والو، زعما باش تبان زعما راجل. شنو الدور اللي الزغب اللي تينوض لك في الدبور ديالك؟ شنو الدور ديالو؟ يلا والو. تما جالس معاه، خاصك ديما تحسان وتكرفاص. الزغب اللي تينوض لك في الخيسيه ديالك شنو هو الدور ديالو؟ عندك خيسيه عامره بالزغب، شنو الدور ديالك؟ علاش تتعاون فاش تتعاون هذيك تتعاون في الانتصاب ولا تتعاون باش يتحرك الحيوان المنوي ولا شنو؟ والو. جالس تما تكرفص. خاصك باش تحسن الخيسيه شحال خاصك ديال التخسيخ. العيالات راه عندهم داكشي ساهل، حنا خاصك طاق بلاتي عندك ناري جرحتي من هنا. شنو الدور ديال داك الخط اللي عندنا حنايا في الخيسيه؟ تتشوفوا داك الخط بحال اللي راك مخيط، بحال اللي كانت عندك جرحه راه ما بين الخيسيه والخيسيه. عمركم فكرتوا منين تيجي داك الخط؟ هو مقسوم، عندك كيس ومقسوم، يعني ما عمركم فكرتوا منين جا داك الخط هذاك؟ لين الله ما كانش عارفك واش تخرج راجل ولا امراه. فمين كنتي في كرش امك كانت عندك تما حفره، فإلا كنتي امراه غتبقى حفره، كنتي راجل غيخرج الكيس ويخرج مسكين مشقوق، الله ما عارف. فداك الشيء علاش عندك داك الخط هذاك ديال شوف الله اعلم، بحال الحلامات اللي عندك. شي دوك الحلامات اللي عندك انت ديالاش؟ علاش الراجل عنده الحلامات؟ علاش؟
شنو الهدف ديالهم؟ اتردع والو، كاينين تما كلشي زواق ما عنده حتى شي لزمه. يعني في عوض ما يقاد لنا شنو هو الدور ديال المتانه. يا هي المتانه عندك تتمرض بالسرطان من تتكبر. هذه العيالات ما عندهمش المتانه. البروستات شنو؟ واش البروستات ديزاين زوين؟ انا تيبان ليا من اقوى لي ديزاين هي البروستات، داير لينا تما نشبه باش يقتلك الكونسير. العيالات ما عندهمش بروستات وعايشين مزيان، ما عندهم حتى شي مشكل. هذه كان بسهوله كنتي تقدر تصاوب داك الشيء ديالك مزيان وتكادو وسالينا ما راه بزاف ديال الحوايج اللي تتفكرك بان هذا السيد هذا راه تيخربق. يعني دوك الحلمات بولي ترونس اصاحبي هكاك هو ندخلوا في هذوك لي ترونس. علاش الواحد تيتولد عنده ميول للجنس ديالو؟ علاش الطبيعه عامره بالمثليه. الا نتايا باغي دير الزواج وباغي دير زوج مع زوجه وباغي دير ذكر مع انثى وهذا الشيء، علاش معمر اخويا نتايا الطبيعه بالمثليه؟ واحد تيزرب على واحد. ياك انت اللي قلتي هذوك ما عندهمش العقل، انت اللي داير لهم الغريزه. واش الغريزه ديالهم مثليه؟ علاش واحد تيتولد مثلا عنده شي مشكل جنسي؟ شنو هذا؟ ابتلاء؟ شنو بغيتي؟ فاش باغي توصل نتايا؟ فين باغي توصل؟ وهذا المثلي هذا من يمشي للجنه، الا فرضنا انه عاش مسلم وغادي يمشي للجنه، وشنو غدير ليه؟ غتفورماطيه؟ نفرضوا واحد تولد مثلي ولكن مسلم، تيامن بالله، تيامن بالرسول، عارف بان داك الشيء اللي فيه ما يقدرش يديرو، حرام، فصابر وبقى صابر مسكين. يعني تيمشي للحاج، دار كل شيء، هادي مشى للجنه. جاب ليه الله الحور العين وهو تيشوف مامادو طراوري اللي دخل معاه الجنه. فالله ما فهمش يعني كيفاش غادي دير انت، كيفاش غدير مع هذا السيد هذا؟ ما باغيش هو الحور العين. يعني عندك حل واحد، هو ان هذا السيد هذا تفورماطي ليه راسو، تفورماطي ليه راسو، غادي تبدلو باش يولي تيبغي العيال. ايوا ديرها ليه في الدنيا. كنتي تصوبوا في الدنيا يتولد تيميل للجنس الاخر. علاش هو تولد لقى راسو تيميل لهذا الجنس هذا، وتتلقاه مبانت ومولود. هذه يعني هذوك اللي ما عندهمش مع النساء مخنث، تيتولد مخنث. والمخنث راه كان تبع هذا الرسول كانوا المخنثين طبعا. فهذا شنو الذنب ديالو؟ الا كنتي انت تتامن الا كاينه الجنه وكاينه النار وكاينه هادشي كامل، شنو الذنب ديالو؟